نحن سعيدين بتواجد فضيلة الشيخ مرشد معشوق الغزنوي أحد الزعماء السوريين، وهو أخ كردي لنا وابن شهيد بطل. تكلم يوم فرض بالعالم، تكلم الشيخ معشوق الغزنوي حين قل الرجال وكان مصيره القتل والتقطيع، وكانوا هؤلاء الأبطال يتابعون المسيرة وهم حريصون على دعم الشعب السوري بكل أطيافه بكل مكوناته. نحن مقصودون بحضور سماحة الشيخ إلى القاهرة من أجل أن يضم صوته إلى صوت الشعب السوري أمام استوديو الجامعة العربية الذي يعطي الأبطال يعني وأصبح مكانا لتطوير العالم وسرر العالم، والأمم المتحدة مبسوطة ومسرورة على هذا العمل. وكلينتون أمريكا الآن مشغولة في ترتيب المطبخ مع الأحزاب الإسلامية من أجل المستقبل. بعد نضال طويل، بعد دماء، يريدون أن يجعلوا من سوريا ومن دماء الأبرياء وعذابة الأبرياء بمصر وبسوريا، يريدون الآن أن يفصلوا لنا قالبا جديدا على حساب كرامتنا وعلى حساب حياتنا. ليعلم الجميع أن هذا الشعب السوري الصامد البطل، أن هؤلاء الأربع مدن سورية السنية التي دمرت بوجود المراقبين منها، كل هذه الدماء لن تمر ولن يركع الشعب السوري، ونحن ضمانة الجميع. لسنا نحن الوحوش ولسنا نحن القتلة. من يحمي الأقليات ليس جنازير الدبابات، ليس من تاجر بدماء الأبرياء، ليس من سال لعابه من أجل السلطة. من يريد إنقاء، من يريد التعايش لنعود إلى الاستقلال، إلى عهد شبل الأولي وفارس الخوري، ومن مثل سلطان باشا الأطرش وصالح العلي والجميع، هؤلاء هم من صنعوا التعايش، ليس الدبابات وليس فروع المخابرات وليس هذا الغاز الشيعي الإيراني اللئيم السياسي، وليس العلوية الأسدية هي من تصنع التعايش. من يصنع التعايش هو الشعب بأصله بطيبه. لا تنغروا، لا تنخدعوا، أوقفوا مؤامراتكم. أغلقتم كل الأبواب بوجه الشعب السوري، ولم يبقى إلا بابا واحدا: تطوع، الجهاد، مقاومة هذا المحور الشرير. عام 2012 العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. وليعلم العربي أن هذه الجرائم، ويعلم مشعل ويعلم الجميع أن كل من تواطأ فيها وضلل الرأي العام وغش الأخوة العرب والعالم سيكون ليس بمنع عن الحساب. القضاء العادل سيحاسب كل من تواطأ وكل من ضلل وتخاذل أمام هذا الشعب. فكل يوم دماء تسيل. أصبح اليوم شاهدنا ونعرف نحن منذ طفولتنا أن أي فيلم سينمائي نبكي ونهتز له، ولكن أن يكون كل هذه الدماء والكل يتفرج وكأنه لا يوجد شيء، فهذا مرض نتمنى أن يصحى الجميع. أعتذر من فضيلة الشيخ الذي سيدعو البيان الذي عده إخوان سوريين من أجل نصرة أهلهم ومقالة أهلهم. أعتذر من فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا في البداية حقيقة يعني المآسي التي يمر بها بلدنا عودتنا أن تكون بدايات حديثنا أن نطلب الرحمة لشهدائنا، وأن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يلهم أهالينا الصبر والصمود على ما يواجهون به من ظلم ومن قمع. وهذه رسالة إلى جامعة الدول العربية واللجنة الوزارية المشكلة من أجل القضية السورية، وإلى دول العالم ممثلة بالأمم المتحدة.
بعد مرور ما يقارب العام من أبشع أنواع القتل والإبادة الجماعية الممارسة بحق الشعب السوري، حيث الآلاف من الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل حرية وكرامة سوريا، واعتقل الآلاف في غياهب السجون والمعتقلات التي انتشرت في كل ربوع سوريا بدلا من شجرة الزيتون وسنبلة القمح. واستشهد الآلاف حيث اتخذ النظام عدة أساليب لإبادة المتظاهرين السلميين من أبناء الشعب السوري الأبي، من خلال إطلاق الرصاص على المدنيين والعسكريين الرافضين لقتل أهاليهم، والتعذيب الوحشي في السجون، والقصف المدفعي، والحرق والدهس بالدبابات، وقطع التيار الكهربائي عن الحاضنات، والتمثيل بجثث الأطفال، واستعمال القنابل المحرمة دوليا كالمسمارية، مستخدما بذلك جميع آلته العسكرية من طيران ودبابات ومدفعية وزوارق بحرية. وفي ظل استمرار نسف الدم السوري استجلب النظام العنصري الطائفي ومنذ البداية حلفاءه في محور الشرق إيران وحزب الله اللبناني وميليشيات الصدر العراقية لدعمه ماديا وعسكريا في ظل الفيتو الروسي وأسلحته التي تتدفق إلى النظام السوري لسفك المزيد من الدم السوري الطاهر، في حين يقف الجميع متفرجا وجاعلا أصابعه في أذنيه لكي لا يسمع أنين وصرخات الجرحى. ومن هنا نؤكد أن صمت وتواطؤ جامعة الدول العربية والأحزاب الإسلامية والمتحالفة مع قوى الشر الغازية في قيادة حماس وإخوان مصر وكل أصحاب القرار في العالم ليسوا بمنأى عن المحاسبة القانونية والإنسانية لمواقفهم أمام هذه الحرب المروعة، كما أن الحقوق وهذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن، كما أن دخول الجامعة العربية متأخرة عن واجبها الإنساني والقومي والأخلاقي ومنذ أن تسلم أمينها نبيل العربي تجاه ما يحصل في سوريا زاد من عذابات الشعب السوري، وأصبحت الجامعة بمهلها المتكررة وفرصها المتعددة للنظام أصبحت غطاء لسفك المزيد من الدم ومحاولة إركاع وإذلال الشعب السوري للمجرم السفاح بشار الأسد. كما أن مشروع الجامعة من خلال البروتوكول الموقع مع النظام وبعثة المراقبين مهزلة منذ لحظة توقيعها، حيث لم يلتزم النظام المجرم وحتى الآن بتنفيذ أي بند من بنود البروتوكول الذي ولد ميتا أصلا، حيث أنجزت لنا 400 شهيد، وتحول المشهد السوري من قتل العشرات إلى قتل المئات منذ وصول المراقبين. ومع بداية مسلسل جديد يتبعه النظام السوري في إبادة الشعب السوري من خلال التفجيرات المفتعلة من قبل الأجهزة الأمنية، كما حصل يوم أمس في حي الميدان بالعاصمة دمشق، يتبع من خلالها سياسة الأرض المحروقة، هو مسلسل سيء الإخراج والتمثيل، حيث سبقت سيارات الإسعاف التواجد في المكان قبل الانفجار بساعتين، ويخرج بعدها علينا أمين الجامعة العربية ليزيد من فرصة سفك الدم السوري من خلال فرص جديدة ومهل عديدة، مثل ما جرى يوم أمس من تحميل رسالة لمشعل حماس وهو ليس مؤهل لحمل هذه الرسالة. كما أن الدول الغربية ممثلة بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وللأسف لم تقم بواجبها الإنساني والأخلاقي تجاه شلال الدم السوري. وإن هذه القوى لو أرادت القيام بواجباتها تجاه الشعب السوري فكلنا يعلم كما يعلم كل أحرار العالم أنها ليست بانتظار مبادرة أو موافقة للجامعة العربية. وبعدما يقارب العام
وبعد أن أصبحت العديد من المدن والمحافظات السورية منكوبة، بقي الشعب السوري الأبي صامدا في وجه آلة القمع الشرسة للنظام الطائفي العنصري البغيض، متحديا بصبره وإيمانه بعدالة قضيته صمت المجتمع الدولي الذي تركه وحيدا، متعهدا أنه لا قوة مهما بلغت ستثني السوريين عن عزمهم في المضي بثورتهم نحو النصر من أجل العيش بحرية وكرامة، ولو قدموا في سبيل ذلك الغالي والنفيس. ونحن اليوم نؤكد من خلال هذا اللقاء الكريم معلنين لكم وللعالم الحر أجمع مطالب الشعب السوري، كما يؤكد عليه ثوارنا في الداخل في كل يوم جمعة وفي كل يوم من خلال صيحاته وصرخاته، وهي: أولا، إنهاء خديعة البروتوكول وسحب المراقبين من سوريا فورا بعد إجهاض المبادرة العربية. ثانيا، إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن من أجل تلبية مطالب الثورة السورية بحظر جوي وإيجاد منطقة آمنة تحت الفصل السابع وتدخل فوري بما يتناسب مع بحر الدماء التي تسيل للمدنيين الأبرياء. ثالثا، إعلان سوريا بلدا منكوبا والإسراع بإمداده بالمشاكل الميدانية والمستلزمات الطبية والإغاثية بكافة أشكاله. رابعا، العمل بشكل فوري لإدخال المؤسسات الإعلامية الدولية منها والعربية والتي رفض النظام دخولها منذ عام في حالة قل نظيرها في العالم لنقل حقيقة ما يجري بصدق ومهنية. خامسا، المطالبة بدعم الجيش السوري الحر وكافة الكتائب المنشقة بكافة الأمكانيات، حيث أظهرت حسا إنسانيا ووطنيا عاليا بالمسؤولية بدفاعه عن المدنيين وتخليص البلاد مما وصلت إليه. سادسا، اتخاذ الإجراءات القانونية السريعة من قبل محكمة الجنايات الدولية لسوق المجرمين بحق الشعب السوري للعدالة. سابعا، مطالبة دول العالم بسحب سفرائها من دمشق وطرد سفراء النظام والذين حولوا السفارات إلى فروع أمنية واستخباراتية تستخدم الشبيحة لمطاردة وإيذاء معارضيها. ثامنا، نؤكد للجميع أن الثورة السورية هي التي تمثل نفسها، وأي هيئة أو مجلس لا تلتزم بسقف ومطالب الثورة لا يعبر عن الثورة، فلا صوت يعلو فوق صوت ثوارنا في الميادين والساحات، ولا مجالس ولا هيئات فوق أحرارنا في ميادين وساحات الوطن. إن صمت العالم وتلاعب الجامعة العربية بالقيم العربية الأصيلة والمتاجرة بالدم السوري أغلقت كافة الأبواب بوجه الشعب السوري. وفي الساعات واللحظات الحرجة نبرئ الذمة لنقولها لكم بعد كل هذا أن دماء السوريين هي أمانة في أعناقكم، فلا تدعوا هذا النظام المجرم وحلفاءه الطائفيين أن يأخذوا بسورية نحو المجهول التي تكون عواقبها وخيمة على السلم والاستقرار، ليس في سورية وحدها وإنما في المنطقة كلها. ولكن أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. والسلام عليكم ورحمة الله.